السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني والله كتير قوي، معلش اخرت عليكم الاسبوع ده في الفيديوهات. انا عارفة بقالي اسبوع ما نزلتش حاجة. وحشتوني والله كتير. وعايزة اقول لكم انا كنت قاعدة محتارة مش عارفة اعمل ايه للولاد ياكلوه، يعني يتعشوا بيه. طبعا كان عندي الشوربة دي شوربة بتاعت فراخ. كانت في التلاجة دي، ودي فراخ كان فيها صلصة طماطم، والتانية كانت شوربة عادية. واللي كان معايا ده طبق تقلية اللي هي بتاعة المحشي، يعني دي تقلية بصل بتاعة المحشي. نزلتها هنا كده في دي، واحط دلوقتي معلقة حلوة محترمة كده من السمنة اللي انتوا شايفينها دي. انا طبعا هنا عشان ماسكة التليفون بايد فمش عارفة احط، فهقرب العلبة برضو مش هعرف، فهقفل الموبايل خالص. بعد ما احط تقريبا 3 معالق من دي كده، 3 4 صح كده. حطيت 4 معالق من دي الصغيرة. هقفل الكاميرا واحط معلقة كبيرة دلوقتي، علشان بصراحة يعني عايزة الرز يبقى ليه طعم كده. وهنا بقى جبت ايه خضرة زي ما انتوا شايفين، دي كزبرة على شبت. وهنا غسلة معايا تقريبا كيلو وربع من الرز، يجي كيلو. شايفين ما شاء الله عاملة ازاي. هنا بقى حطيت التوابل البهارات اللي انتوا شايفينها دي. هنا انا بقول لكم ان هم 4 حاجات: كمون، معلقة صغيرة كمون، ومعلقة صغيرة كزبرة، ومعلقة صغيرة بهارات، و اللهم صل على سيدنا محمد، كمون وكزبرة وبهارات اللي هو 7 بهارات. وحطيت ربع معلقة من الشطة. هو اساسا كده كده الخلطة بتاعة المحشي كانت حراقة، بس انا ما زودتش اي صلصة تاني ولا اي طماطم، عصير طماطم خالص. زي ما انتوا شايفين هنا بقى كده. خليت البوتاجاز عالي واديت له يعني قلب قوي كده، بقى يقلب قوي زي ما انتوا شايفين. هوطي عليه النار، بصوا يعني اقل من الشمعة بكتير قوي، وهسيبه بقى مع نفسه كده. هنا بقى شايفين ما شاء الله بيقلب بس واحدة واحدة. وهنا مش مالي الحلة لسه برضو ما استوعش. لو الرز يعني بالنظر كده جاب الكمية اللي انا عارفاها خلاص هو استوى. هنا بقى خلاص كان استوى ما شاء الله. شايفين عامل ازاي مع حتة حاجة مخزون كده، اي مخللاية. بصوا عايزة اقول لكم كان جامد والله العظيم. احنا الواحد فضل ياكل فيه ما كانش شبعان الحمد لله. يعني بصي تاكلي منه ما تشبعينش ما شاء الله، يبقى عايزة تاكلوا منه تاني. كل ما الواحد يقول خلاص لا، برضو الواحد مكمل. الحمد لله يا رب دي ما علينا نعمة. طبعا انا عارفة ان دي حاجة بسيطة، بس الحمد لله الموجود. نحمد ربنا على كل حال وعلى اي حاجة موجودة بتسد الطاقة زي ما بيقولوا، يعني الحمد لله. عايزة اقول لكم بقى شوفوا المخلل الجامد ده ما شاء الله كان جميل بصراحة. انا عايزة اقول لكم مش حاطه له برنجر ولا اي حاجة، هو احمر كده نوع اللفت بتاعه ده ما شاء الله جميل اهو. يا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسانيش بقى باللايك والاشتراك. شايفين الرز مفلفل ازاي، حاجة تدفي بقى كده الحمد لله. مع السلامة.